السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد واقتراح جديد. كيف ما كتشوفوا اليوم جبت لكم غريبة ديال اللوز والقرقاع اللي كتجي لذيذة وراقية مع الكمل الداخل، وصدقوني المذاق فيها خطير بزاف. كنتمنى الفيديو اللي عجب ديالكم متنساونيش من لايك والبارطاج، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وبقاو معايا باش نحضروها بالتفاصيل ديالها والاسرار النجاح ديالها من طبيعه الحال. نتوما كيف ما كتشوفوا راه النتيجه خطيره بزاف، وخلاص المذاق ما نعاودش ليكم. على بركه الله غنحتاجو هنايا 125 غرام ديال الكركاع، وهنا 250 غرام ديال اللوز. جوج بيضات، غنحتاجو بيضه ونص وتقدروا تحتاجوا كاع جوج. هنايا 70 غرام، تقدروا ديروا حتى 100 غرام ديال السكر، وقبصه ديال الملح وخماره ديال الحلويات. وبالنسبه للتزيين غنحتاجو سكر كلاصي سبيسيال، ولا ما عندكمش سبيسيال ديروا غير العادي مع النشا. وهنا 125 غرام اخرى ديال الكركاع، غير هو بحال ما هكا على نص، يعني نص ديال الكركاعه للتزيين. اول حاجه غادي نمسحوا اللوز بشي منديل بهاد الطريقه هذه، وكتحيد منه ديك الغبره اللي كتكون لاصقه فيه. وانتم لاحظوا ان المنديل كيبان ملي يسخن تمايا، هذا كله تيكون لاصق في اللوز، لان يعني غنطحنوه بقشرته، ما غنغسلوه ما حتى شي حاجه. غنطحنوه على هذا الشكل هذا، وغنطحنو كذلك الكركاع حتى هو بقشرته. واخا يبقاو لكم شي طريفات في الكركاع ماشي مشكل، لان هو كل ما كتزيد طحنيه كل ما كيزيد يطلق الزيت. هنا غنديرو السكر كيف ما قلت لكم، تقدروا توصلوا حتى ل 100 غرام الا بغيتو. بالنسبه لي درت غير 70 غرام لان المهم حتى تجينا حلوه، وفعلا بعض المقادير ما جاتش حلوه بزاف. وهنا غادي ندير خماره، ودرت القبيصه ديال الملح. صافي غنخلطو كلشي بحال هكا. ساهله هاد الغريبه، يعني ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات ولا. هنا غنبداو نهرسو بيضه ببيضه، لانه نقدروا نكتفيو غير ببيضه، يقدروا نكتفيو بجوج بيضات ولا بيضه ونص على حسب. البيضه الثانيه غنطربها بحال هكا لانني غادي نقسمها على جوج. صافي كنبداو نجمعو في الخليط. كيف ما كتلاحظوا راه ما كنديروا لا طحين لا والو. هنايا غادي نشعل الفران وغادي نخليه يسخن. بالنسبه الا كان عندكم الفران يعني الحيله كيف ما تنقولوا، فتقدروا تدخلوه الفران، يعني تدخلوا هاد الغريبه على فران بارد. المهم بلا ما نحرق لكم المراحل تنوصلوا هادو ديال الفران. هانتوما كيف ما كتشوفوا كناخدو كويرات تقدروا تعبروهم بالميزان الا كنتو غتبيعوها ولا شي حاجه. صافي وكنديروهم في سكر كلاصي. اللي بغات الغريبه تكون شاده سكر كلاصي بزاف تبقى تدورها في سكر كلاصي، وهي يعني كتلصق داك السكر كلاصي بيديها، يعني قد ما هزات مزيان، يعني ما كيدوبش في هذا في الفران. اما الا هزيتي الا درتي غير الطريقه ديالي راه تهزي غير القياس، غير القياس اللي غتهز الغريبه صافي. صافي هنا من بعد كنجيبو داك نص كركاعه وكنضغطو عليها واحد شويه من الفوق. الا مبغيتوش ديرو كركاع بطبيعه الحال تقدروا تستغناو عليه وتخليو هذه الغريبه ديالكم بلاش. بالنسبه للفران، الا كان عندكم فران زوين وتعرفوه كيسخن فيه دغيا، دخلوا الغريبه ديالكم على فران بارد وديروا الفونتيلاتور بحال ما هكا، او حتى الا كانت ديال الغاز ضروري تشعلوا عليه من الفوق. اما الا كان الفران شويه يعني ما كاينش سخونه فيه دغيا وهذا، من الاحسن شعلوا على نار متوسطه 150 درجه بالنسبه للضوء، ونار متوسطه بالنسبه للغاز. شعلوا عليه من الفوق، خليوه حتى يسخن بطبيعه الحال شويه عاد باش تدخلوا الغريبه ديالكم حتى تشقق من الفوق. عاد كنزلوها يعني لتحت، او لا كنشعلوا عليها من التحت باش تحمر لينا من التحت وصافي. يعني ما نخليوهاش بزاف في الفران، لان اصلا غير البيض هو اللي غادي يطيب فقط.
إلا كاع ممكن يتكل ما طيبش الجوز كذلك، يعني البيض هو اللي كنطيبو. وهي النتيجة النهائية. شوفوا الغريبة ديالنا كي جات فنة ما شاء الله، كلها مشقة. مكايناش شي حبة اللي ما تشقات، كلها ما شاء الله تشقات. غتلقاو في القناة كذلك مجموعة ديال الغريبات اللي صايبت كلهم تشقوا، كلهم ناجحين. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. انا بالنسبه للطبق التقديم الاول ما قدنيش، وعاودت استمتعت عاوتاني في هذا البلاطو الصغير. وهي الغريبه ديالنا. ما تنسونيش من اللايك والبارطاج، اشتركوا في القناه اذا كنتوا اول مره كتزوروني، وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. والى فيديو قادم ان شاء الله.